قصة يأجوج ومأجوج أو زي ما بيقولوا عليها يأجوج ومأجوج، قصة اتقالت لنا واتحكت لنا بكذا شكل. بس أنا من كام يوم اتكلمت مع أختنا الفاضلة الفنانة الجميلة الأستاذة فاطمة محمد علي، واتدبرنا مع بعض آيات قصة يأجوج ومأجوج من القرآن الكريم، لأنه الحقيقة اتجاه فعلا جديد جدا ومنطقي جدا على الأقل بالنسبة لنا. السؤال اللي احنا سألنا نفسنا بيه هو إيه حقيقة قصة يأجوج ومأجوج من القرآن الكريم طبعا ومن آيات الله سبحانه وتعالى، مش من التراث وقصص التراث. وبرضو إيه هي حقيقة الجدار اللي بيننا وبينهم، وهل هم فعلا مخلوقات بشرية ولا مخلوقات تانية وشكلها إيه؟ الموضوع بالنسبة لنا طلع مش كده خالص، ولا هم مخلوقات ولا هم قوم. الموضوع بعيد عن القوم والحفر وأي حاجة من اللي اتحكت لنا قبل كده. لكن انت لو حابب تعرف تدبرنا وخواطرنا في قصة يأجوج ومأجوج من الآيات الكريمة في القرآن الكريم، تابع الحلقة للآخر. موضوع يأجوج ومأجوج هو من القصص القرآني، وهو ذكر يعني للتذكر والتذكير، يعني من القصص علشان نتعلم منه ونتدبر ونعقل الآيات فيه. فتبدأ الآيات بقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. يعني في ناس سألت عن ذي القرنين وما نعرفش طبيعة السؤال كانت ايه، لكن نلاقي من الإجابة ان السؤال تقريبا كان عن علم ذي القرنين وأفعاله، لأن الإجابة كانت واضحة بأنه سيتلو عليهم ذكرى. والذكر في القرآن الكريم دائما يأتي للتذكر والتذكير، يعني نذكره ونتذكره. بعد كده في الآيات قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فالإجابة كانت عن علمه، إن الله جل وعلا مكن له في الأرض، يعني خلاه متمكن ويقدر يتحكم في علم الأرض أو علوم الأرض، وهو علم طبيعة الأرض اللي احنا بنسميه الجيولوجيا. ومن العلم ده أعطاه رب العزة معرفة العلة، أي معرفة الأسباب، بقوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا. فعمل ايه بالعلوم والمعرفة دي؟ قال: فأتبع سببا، يعني مشي ورا سبب معين من الأسباب اللي هو يعلم علومها. وبعد ما مشي ورا السبب من الأسباب اللي هي عنده من المعرفة والعلوم، حصل ايه؟ قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. حلو، يعني هو كده اتبع الأسباب إلى أن وصل للمكان اللي بتغرب فيه الشمس لمدة طويلة جدا. لقى ايه؟ لقى عين حمئة، يعني زي عين كده بتطلع نار او بتطلع حمم ناريه، والعين هي المكان اللي بيطلع منه يا اما ميه يا اما حمم ناريه، وممكن تكون العين دي عندها الاثنين، بتطلع ميه ونيران. فلما وصل المكان اللي فيه العين الحمئه دوت، لقى ايه؟ لقى قوم هناك. قال: ووجد عندها قوما. حلو جميل، لقى القوم اللي موجودين عند العين الحمئه، يعني عايشين عندها، يعني مأذيين منها، يعني متعذبين من عيشتهم جنب العين الحمئه او عندها. بعد كده في الايات قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هنا رب العزة خيروا بين أمرين، الأول أن يعذبهم. طب ليه؟ هم عملوا إيه علشان يعذبهم؟ مفيش حاجة واضحة في الآية، ولكن الحقيقة هو تركهم بدون العلوم اللي عند ذي القرنين إن هم يعيشوا جنب العين الحمئة دي في حد ذاته عذاب. فالاختيار كان بين حاجتين: إما أن تعذب أو تتخذ فيهم حسنا، يعني إنك تسيبهم متعذبين جنب عيشتهم عند العين الحمئة دي، او انك تحسن اليهم بانك تساعدهم في حل هذه المشكلة. طب كان رد ذي القرنين ايه؟ قال: اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يبقى اللي قاله ذو القرنين كالتالي: ان في فعلين لامرين مختلفين او لقومين مختلفين. الاول اما من ظلم، فالظلم هنا نرجع لآية برضو موجودة في سورة الكهف اللي بتقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين. يبقى اللي هيكفر هنا هو اللي ظلم، فعذاب ذو القرنين للي ظلم ايه؟ انه هيتركه بدون العلم، ولما يرجع الى ربه هيتعذب عذابا نكرا. اما اللي امن وعمل صالحا، يعني اتعلم وهيصلح في الارض مع ذو القرنين، فله جزاء الحسنى. الحسنى اللي هنا ايه؟ اللي اتقال له فيها في الاول: ان تتخذ فيهم حسنى وسنقول له من امرنا يسرا، يعني هنعلمه بسهولة وهنتعامل معاه بلطف وهنيسر له الأمور. هنا بقى بعد ما اتخذ فيهم حسنى واتبع الأسباب، حصل إيه؟ قال تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل
نجعل لهم من دونها سترا. هنا ممكن نفهم من الآيات الآتي: إما إن البلوغ ده بعد الوقت لما خلص الليل الطويل اللي موجود طول السنة، وبلغ بعد ما كان بيعلمهم طلوع الشمس اللي هي هتفضل على طول طالعة، يعني مفيش ستار ما بينهم وبينها، أو إنه يكون مشي خطوات أخرى لغاية ما وصل المكان اللي فيه مشرق الشمس. المعنيين بالنسبة للقصة واحد، مش هتفرق كتير، ولكن الأقرب بالنسبة لي إنه فضل معاهم يتبع الأسباب إلى أن خلصت فترة الليل كله وبدأت فترة النهار على طول. فالبلوغ هنا بلوغ زمني. عمل إيه ساعتها؟ قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني كالتالي بقى عنده العلوم وعنده الخبرة من التعامل معاه في الفترة الليلية اللي تعامل معاهم فيها. طب حصل إيه بعد كده؟ قال: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بعد العلم والخبرة اللي بقوا معاه دلوقتي لقى قوم عايشين بين السدين. ايه السدين دول؟ لازم نقف بقى هنا شوية، احنا محتاجين كده نتدبر كلمة السدين. ففي القراءات المختلفة اتقرت بطريقتين، مرة بفتح السين ومرة تانية بضم السين. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق كبير وهنقوله. فالسد معناها الحاجز، ولكن مبني بفعل بشري. اما السدين بضم السين فليها معاني تانية، وغالبا هي الأقرب للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فالسدين يعني غيامة العين، يعني مكان كده فيه غبار أو فيه غيامة موجودة. أو السدين بمعنى إن هو سدود إلهية وليست بشرية. حاجتين، هم مش جبلين، هم حاجتين شبه الجبلين كده، هم دول اللي بيتكلم فيهم في الآية. فالسدين دول هم حاجتين جنب بعض كده، وهم عاملين زي السد، وكمان مطلعين غيامة العين ما تشوفش اللي جواها. يبقى هو وصل لمكان فيه غيامتين مغطيين على الرؤية، ولما شاف الغيوم اللي طالعين من حاجتين شبه الجبلين دول حصل ايه؟ لقى قوم بيفهموا قوله بالعافية. وهنا بقى نقف شوية تاني ونقول يفقهون يعني يفهموا، يعني يفهموا القول، يعقلوه، مش ما بيعرفوش يتكلموا. لان في الآيات الكريمة بعد كده ان هم اتكلموا معاه وتواصلوا معاه، فهو مش الكلام ولكن فقه القول. فرق كبير بين الكلام والقول، وفرق كبير بين فقه القول وتوصيل الكلام. لا، هم بيتكلموا بالدليل من الآيات ان هم بيتكلموا قالوا له هم طالبين منه ايه. في قول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. طب نفكر كده بالراحة ونشوف، الناس دي عايشة نهار على طول، فبيقدروا يزرعوا طلباتهم اللي هم يقدروا يعيشوا منها، والدليل انهم عرضوا عليه خرجة، والخرج ده اللي هو بيطلع من المزروع اللي هم زارعينه. لكن الغيوم والصهد اللي طالع عليهم من السد دول بتفسد لهم الارض، وكمان يأجوج ومأجوج دول هم اللي بيفسدوا لهم الارض، سواء بالغيامة دي اللي هي السدين او بحاجة تانية هنفهمها دلوقتي. طب تعالوا نرجع خطوة كده ونفكر في الناس اللي هم يكادوا يفقهون قولا، يعني ما عندهمش العلوم بتاعة الدنيا، فبيسموا الحاجة زي ما بتحصل كده. يعني مثلا ممكن تلاقيهم بيسموا المطر الماء الذي ينزل من الأعلى، ما عندهمش فقه القول في انه اسمه مطر، وما عندهمش فقه القول ان هو اسمها سماء، فسموا هذا الماء بالفعل اللي بينزل من عليهم من الأعلى. ودول لو تلاحظوا تقريبا زي لغة الهنود الحمر. فالهنود الحمر بيسموا الأشياء بأفعالها، وحتى أبنائهم أو أولادهم بيسموهم بالأفعال. فشايفين السدين دول بيطلعوا غيام، بيطلعوا نار وبتحرقهم وبترمي عليهم حمم، فبالتالي هي شبه العين الحمئة. ولما كان أيامهم ليل بس كانت هي بالنسبة لهم عين حمئة، ولما طلع أيامهم بقت نهار على طول بقت سدين. فإحنا بنسمي الحاجات دي براكين، اللي شبه الجبل وتتأجج بالنار وتموج عليهم فتحرق لهم الزرع. فهم بفقههم للقول سموا السدين دول بان هم يتأججوا ويموجوا، فسموهم يأجوج ومأجوج، بمعنى التي تأج وتموج. يبقى البراكين دي محتاجة حسب علمهم وفقههم للقول محتاجين سد، علشان لما تموج عليهم بالنيران والحمم البركانية فالسد يحميهم من الحمم اللي هتجيلهم من السدين. وده جزء من العذاب اللي بيتعذبوه يا عيني بسبب تأجج وتموج الحمم البركانية في الجبال اللي هي شبه الجبال دي اللي احنا بنسميها براكين. فكان رده ايه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
يبقى هو بيقول لهم كده من الاخر ان هو اللي ربنا اداهوني ده خير كتير، هو مش محتاج او رفض الخرج اللي هم قالوا له عليه هيديهوله من الزرع بتاعهم، ولكن هو طالب منهم ايدي عامله وقوه. والقوه زي ما قلنا قبل كده هي قوه من الايدي العامله او تكون من المواد اللي هو هيطلبها منهم او من حاجات تانية كتير. والحل اللي هم اقترحوه عليه قال لهم مش هينفع بقولة ان هو هيبني ردمة لانه عنده علم الاسباب، فبالنسبة لهم هم شايفين اللي هيحميهم سد، وبعلمه وخبرته هو شايف ان الحل الردم لهذه البراكين. انت مش هتردم قوم او هتردم بشر، الردم بيبقى لعين حمئة او لبراكين او لحفر فيها نار. في باقي الايات طلب منهم بقى يساعدوه ويعملوا له ايه؟ اتوني زبر الحديد. وزبر الحديد قالوا قبل كده ان هي قطعة وهي مش قطعة، ولكن هي بواقي الحديد والريش والحديد المفتفت او المتكسر رفيع علشان يقدر يعملوا ردم. فلما طلب زبر الحديد قال ايه؟ حتى اذا ساوى بين الصدفين. والصدفين هنا هي بالشكل ده بالظبط كده، حاجة كده زي ما بين جبلين، ولكن بيبقى في صدفة الناحية دي وصدفة الناحية دي، فهي الصدفين. فهو ساوى ما بين الفتحتين في البراكين اللي هي بترمي عليهم لهب، وكمان خلاهم يعملوا حاجة زي القطران، انه لما يرمي عليهم القطع الحديد الصغيرة دي او الرايش بتاع الحديد ده هيبقى فاضل ان هو يقفل ما بين الفجوات ما بينهم. فلما يردم ما بينهم بالحديد وبعد كده يرمي عليهم قطران اللي هو الحديد السايح او ان هو يكون الحديد المنصهر، فقال لهم كده حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. يعني زي التقطير كده، انه ينزل ما بين الفتحات علشان يردم تماما ويقفل عليهم تماما لحد ما ساوى بين الصدفين اللي هم شكل الجبلين جنب بعض او البركانين او البراكين لما تبقى جنب بعضها بيبقى ليه راس وليه قاعده. وارجعوا لشكل البركان كده بيبقى شكله زي شكل الهرمين، لان ما ينفعش يبقوا جبلين لان الجبال مذكوره بالحرف الواحد وبالاسم في القران الكريم، واحنا قلنا ما فيش ترادف في القران الكريم. فيبقى كده ردم على ياجوج وماجوج البراكين التي كانت تتأجج وتموج. قال لهم ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فتأجج وتموج البراكين دي مهما طلعت ومهما عليت بالردم اللي هو عمله ذو القرنين، فاستطاعوا من غير تاء المجهود ان هي ما يقدروش بمهما كانوا بيتموجوا ويتأججوا انهم يعدوا الردم اللي هو عمله ده، ولكن هي هتتأجج وتعلى وتنط وفي الاخر تنزل على نفسها. فلما تنزل على نفسها وتبقى موجودة على الردم ده هيبقى ما استطاعوا له نقبة، يعني هتفضل متحوشة عنده كده وما تعرفش تاكل في الحديد او في الردم اللي هو عمله. وهنا تلاقي استطاعوا فيها تاء المجهود ان هي هتقعد فترة وفترة طويلة من الزمن ان هي تحاول تنقب فيه اي تاكله. وانتهى الذكر بايه؟ قال هذا رحمة من ربي. فالرحمة هنا في ان هم ما يقدروش بعد الردم ده ان هم يطلعوا فوق الردم اللي هو عمله او ان هم ينقبوا فيه، فهذا امر الله. ولكن كمل الآية بايه؟ فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء. ولكن وعد الله ساعتها هيجعله دكاء، يعني هيتهد الردم ده. وكان وعد ربي حقا. فالردم منذ عمله ذو القرنين هو رحمة من ربي، وهيجي وعد الله في وقت معين يهد كل الردم ده، ولا في قوم هيهدوه ولا في حد هيقول ان شاء الله فيتهد تاني يوم. وتنتهي الآيات بقول الله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني هو من يوميها وهم قاعدين يموجوا على بعض اللي هم البراكين دي. هو في قوم بيموج على بعضه؟ مفيش اي قوم بيموج على بعض. ولكن بقية الآية بتقول ايه؟ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقت قيام الساعة هيجمعهم دول كلهم. القوم مفيش قوم، قلنا البراكين والنيران بتاعت البراكين. طب الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ودي كانت آخر آية في الذكر بالنسبة ليأجوج ومأجوج او قصة ذو القرنين. يبقى ايه اللي دخل جهنم وتتعرض عرضة بعد جمعهم جمعة؟ بص للربط ما بين البراكين والنيران والتموج وكل اللي احنا قلناه وشرحناه ده، والإشارة لعرض جهنم للكافرين. تأجج البراكين وتموج النيران نار البراكين، وعرض جهنم للكافرين عرضا. وبكده من علم السياق للآيات الكريمة أجد أن المؤشر الأقرب للسياق هو اللي أنا ذكرته في الحلقة دي، وإن مفيش حد بيحفر بلسانه ولا حد هيجي ياكل الأخضر واليابس ولا في قوم من أساسه زي ما اتعلمنا قبل كده. ولكن القصة مرتبطة بعلوم الأرض والبراكين والعين الحمئة والحمم البركانية التي
تتأجج وتموت. وهو ده اللي أنا شايفه من تدبري أنا والأستاذة فاطمة محمد علي. وفي الآخر أقول ده رأيي يحتمل الصواب والخطأ، وهو رأي شخصي بحت لينا، ولا ألزم به أي أحد ولا أفرضه على أي أحد. وفي الآخر أقول والله أعلى وأعلم. أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. سلام عليكم.